هي اشتي لو كان نقول لكم شنو راه بيني وبين السي دريس وبيني وبين الاخوان اللي كانوا حاضرين معايا. لو بقي الامر متعلقا بالمؤاخذة علينا، راه ربما كنا ما غنديروش كاع داك البلاغ، ولا غنديروا شي بلاغ اخر. ولكن لما ولا تمايا الاتهام ديال النوايا ديالنا والابتزاز والاجنده الانتخابيه وكذا الى اخره، بطبيعه الحال هادشي ماشي صحيح، الله يشهد انه ماشي صحيح. حنا القضيه بسيطه، حنا اللي شفنا بسيط، شفنا انه واحد السيد وزير يعني بالغ. حنا بكل صراحه ما كندينوش الموقف ديالنا، لان الدوله ديالنا كتاخذ القرارات اللي كتبان لها هي، حنا ما كيبان ليناش. ماشي بحال اللي قال السي المهداوي، واخا هذه المره كان معنا نسبيا منصف، ما عندنا ما نقولوا، فهمتيني ولا لا؟ الله يجزيه بخير على كل حال. واخا المرات الاخرى كان كيبالغ وكيتجاوز، ولكن هذه المره هذه كان معنا نسبيا منصف. ولكن ماشي تنقولوا سيدنا ما عندوش المعطيات، لا، حنا اللي ما عندناش المعطيات. مادام ما عندناش المعطيات اللي عند الملك بطبيعه الحال، ما كاين حتى حاجه عندنا فيها المعطيات اللي عند الملك. سمحوا لي، الملك مضطر تكون عنده المعطيات كلها هي. كاع داكشي اللي يقدروا المغاربه يجمعوه بالاجهزه ديالهم والوسائل ديالهم السياسيه والرسميه والمخابراتيه وكذا، ضروري توصل لعند سيدنا، فهمتيني ولا؟ باش تعرف. حنا لو كان بقات القضيه في المؤاخذه غنقولوا صافي، هذه ربما حنا ما قدرناهاش ولا شيء من هذا القبيل. ولكن ملي جات داك المسائل قلنا هذه لا، هذه ماشي معقوله، ماشي صحيحه. مادام ماشي صحيحه خاص تقولها. واش ملي غنقولها غيتقلقوا ولا يواخذونا ولا غادي يحبسوا الحزب ولا غيديونا للحبس ولا يعلم الله اش غيديروا؟ هذه حاجه اخرى.